عرب افريقيا توقفوا لانه عندهم كبرياء، عندنا مركب كبرياء. اديك فرضيه ثانيه، لو اعطيت عرب افريقيا الامكانيات والبنيه التحتيه الرياضيه اللي متوفره عند عرب اسيا، لا اعتقد ان التفوق هيبقى اكثر وضوحا. والله كيفاش لا طيب ما انت لو كان هذا المثال يرد عليك، لان لو استثنائيه، والمنتخب المغربي يستحق البلاصه الرابعه. نمشي معك اكثر، المنتخب المغربي ظلم في النصف النهائي لكاس العالم. ليبقى السؤال دوما ينتظر الإجابة الفاصلة: من الأفضل، عرب آسيا أو عرب إفريقيا؟ يبقى السؤال مشاهدينا الكرام: من الأفضل، عرب آسيا أم عرب أفريقيا؟ اليوم نحكيو على اليوم، لأنه التقرير رائع، تقرير فيلم تقريبا، سؤال جواب سؤال جواب، وفيه كل الحجج والبراهين يمنة ويسرة. اليوم الواقع والحقيقة اليوم، وأن السؤال يوجعني أنا كعرب إفريقيا، يوجعني لأنه يخليني نقول أنه إحنا عرب إفريقيا اللي نحكيو عليهم إحنا الآن وفي منازلهم غادروا، بينما عرب آسيا ما زالوا في قادرين على التتويج في الخطوة قبل الأخيرة. بشكل عام اليوم عرب آسيا أفضل من عرب أفريقيا على مستوى، على الأقل على مستوى هذه البطولة. رينا مستوى كبير بعرب آسيا، رينا اندفاع، رينا عرب أفريقيا خذلونا. عرب أفريقيا في النسخة هذه الأخيرة خذلونا. نجوم، لكنها نجوم في السماء، وعندما نزلت للأرض لم نشاهدها. أين هي النجوم اللي نشاهدوا فيها في كؤوس أوروبا، ونشاهدوا فيها في ليفربول وفي غيره، وفي مان سيتي وغيره من الفرق، وفي مارينا همش؟ مقارنة بين المنتخبات العربية في كأس آسيا وكأس أفريقيا: عدد المنتخبات العربية في كأس آسيا 10 مقابل 5، المباريات لكأس أفريقيا المنتخبات العربية 40، النسبة في النجاح والفوز والانتصار 42% للمنتخبات العربية في كأس آسيا، و16% لمنتخبات أفريقيا. عبد الكريم، هذا ما تدل عليه هذه الإحصائية والأرقام؟ إذا كنا نريد أن يعني نقارن مثل ما قال فتحي في بين المشاركتين كعرب آسيا وأفريقيا، لا بالتأكيد هناك تفوق واضح، وليس هناك مجال للمقارنة نهائيا، إن كان في عدد مرات الفوز، إن كان في عدد المباريات التي خاضها، التأهل. اليوم نحن نتحدث عن أمل عربي في نهائي عربي آسيوي. أي بس حاليا نتفق أن الأفضل عرب آسيا، لكن من خلال ما تابعنا كمسيرة، وبعطيك الحين الإتاحة لك ولصابر. أوكي. من ما تابعنا مسيرة طويلة ما بين عرب آسيا وعرب أفريقيا، من الأفضل؟ يتغير السؤال. ما هو يعتمد على المعيار. طيب معيارك شنو؟ واحد منهم اللي ذكره عبد الكريم في كأس العالم، المواجهات المباشرة بين المنتخبين. من الأفضل أول بعدين أعطيك المعيار. كان عرب آسيا، ولكن كنتائج عرب أفريقيا. كنتائج يعني ما في فريق من عرب آسيا وصل للمربع. إذا مطلوب منك إجابة وفق ما تابعنا، تختار عرب آسيا ولا عرب أفريقيا؟ ما تابعنا، لا يوجد مقارنة مع وجود فارق يا أستاذ. طيب. فما أقدر أقول لك هذا وهذا. لازم أحدد نوع المسابقة عشان أقول لك أوكي. طيب. هذا أفضل وهذا أفضل. إذا كان معيار ثابت، اتفاق فعلا. طيب إذا حطينا جميع المعايير، الكفة تروح. الكفه، انا في رايي الشخصي الكفه تروح للكره الافريقيه، لعرب افريقيا. يلا هذا رد عليك احمد ورد عليك عبد الكريم صابر. انا بقول ان الكره الافريقيه اقوى من الكره الاسيويه. منتخبات ونجوم، منتخبات وانديه ونجوم، سيبك من الارقام. طالعين من بطولتين وبطولتين ما حققوا فيها. معيار عام. لا معيار عام. انت طلبت معيار فضفاض. بما انك طلبت طيب معيار فضفاض، تكلمني. هو صابر اللي انا اقول لك بما انه معيار فضفاض هم. طيب صابر وضحها، صابر وضحها. طيب وضحها صابر. انا بتكلم على قدرات وامكانيات ولاعيبه. هو قال لك عام. ونجوميه. يحدد المعايير. يحدد وتواجد واحتراف. يعني آخر سوبر
إيه؟ بين صابر يقول الانديه، إيه؟ يعني جاب نموذج الانديه، اخر سوبر عربي افريقي اسيوي فاز فيه الهلال على ممثل افريقيا الزمالك. ما هو احنا، ما هو انت لو هنذكر امثله، احنا لو بنذكر امثله الهلال في كاس العالم للانديه الاهلي كان ناقص نص لعيبته وفاز على الهلال 4-0. انت ضربت المثال. ما هو احنا لو بنتكلم على امثله مثال في مثال، انا بتكلم اجمالا. طيب. لا الكره الافريقيه اقوى. طيب المنتخبات العربيه في رقم في نرتب الحديث. المنتخبات العربيه 12 منتخب، 12 بطوله للمنتخبات العربيه في افريقيا مقابل 6 بطولات عربيه في اسيا. لا هذا ايضا هذا معيار ناقص، ومعيار ناقص كثيرا. احنا قلنا بنتكلم في جميع المعايير. لا هذا احنا قاعد نناقش هذا المعيار الان زي. اللي هو عدد البطولات في افريقيا وعدد البطولات في اسيا. هذا المعيار اذا اتينا عليه من البدايه سنلاحظ ايضا بان البدايات اعطت افضليه لمنتخبات افريقيا على حساب منتخبات اسيا في الوقت الذي لم تكن اولا لا في بطولات او مشاركات عربيه في تلك البطولات. يعني على سبيل المثال، طبعا هذا سبق ان ناقشه صابر وعصب علينا، لكن هذا التاريخ. اول بطولتين اللي فاز فيهم المنتخب المصري بالخمسينات كان مقابلها في بطوله تقام في اسيا لا تشارك فيها العرب. صحيح ولا لا؟ طيب يعني اذا الحين يعني بس قد يفسر كلامك تقليل من انجازات المنتخب بقيه البطولات وبقيه البطولات. لا ابدا، لا يعني انت المنتخب المصري أرجوك. هو متصدر. خل اوضح هذه ارجوك. لا في معيار ثاني لا يمكن لي ابى اروح وياك. ادري بس بروح لك انا او لغيري ان طبعا يسمح. لا فتحي ذكر ابدا فتحي ذكر فتحي ذكر ما ذكر على التاريخ في بطولات افريقيا ولا لكن لا يستطيع ان يقلل من شأن المنتخب المصري او اي منتخب. لا صحيح صحيح عن تاريخ. صحيح. في نقطة مهمة بعد عبد الكريم ان بطولات اسيا تنظم كل 4 سنوات، بطولات افريقيا كل سنتين. هذا طبعا. لا في النهايه المقياس ايه يا مشاري؟ مين متصدر البطولات في افريقيا ومين متصدر البطولات في اسيا؟ طيب نغير النقاش. طيب علم الدول نرتب بس عشان تصل للمشاهد الكريم. نرتب، حط معيارك وعطني افضليه لمن. حط المعيار. لا انا نحب نتحدث المعيار العام الان. يلا نعطيك انا وجهه النظر نتاعي. نتابعوا الكره العربيه الافريقيه والاسيويه. تاريخيا الكرة العربية الإفريقية كانت بعيدة أشواط وأشواط على الكرة الآسيوية. اليوم تغيرت المعادلة للأمانة. صابر نحكيه للأمانة الكرة الآسيوية اليوم بأشواط بعيدة عن الكرة العربية الإفريقية. الأسباب متعددة، الملاعب، التجهيزات، الإمكانيات. ده جزء تاني. يا أخي استناني. ولماذا نتائج الفرق العربية الإفريقية نقصت، وإذا كان ما نقولش إذ محلت عندها سنوات؟ لأنه اللاعبين متاعنا اللي هم نجوم، وما عادش نحب نقولها كلمة نجوم لأنهم خذلونا، اللي هم نجوم في أوروبا، وعندما يجيوا ويشاركوا في بطولات الافريقيه القاريه ما عادش الراوي. بس فتحي لا تنسى نقطه مهمه. المنتخب المغربي وصل الى المربع الذهبي في كاس العالم. بالطبع هناك استثناءات، فمش مبدا عام، استثناءات. والمنتخب المغربي تحدثنا عنه وانه دخل في ديناميكيه استثنائيه، والمنتخب المغربي يستحق البلاصه الرابعه. انا مش معك اكثر. المنتخب المغربي ظلم في النصف النهائي لكأس العالم، ظلم لأنه اسمه المنتخب المغربي، لأنه يلعب ضد فرنسا، لأنه لو لم يظلم كان يدخل للتاريخ أكثر وكان يوصل للنهائي وكان ربما يكرر المعجزة. طيب. إذن ولكن الحقيقة في 90-95% من الحالات مع الأسف نجومنا اللي في أوروبا نبدعوا معناها نشيخوا معاهم ونشجعوهم ونقعدوا منبهرين بهم، كي يجيونا احنا للاراضي الافريقيه للاراضي العربيه مع الاسف ما عادش نعقلوهم وكانهم بدلوا البدله نتاعهم.
بس في النهايه في كأس نجاحات آسيا. في اوروبا. إيه، في بس النهايه في نجاحات في اوروبا بتتحقق لنجوم عرب افارقه. انت بتتكلم عن رابح ماجر اللي هو دوري اللي هو أبطال- المنتخبات دوري ما أبطال بس أوروبا. خليني اكمل واعطيك تعليق. بتتكلم عن رابح ماجر دوري ابطال اوروبا، بتتكلم عن محمد صلاح دوري ابطال اوروبا، بتتكلم عن حكيم زياش دوري ابطال اوروبا، اشرف حكيم. فردية. دي انجازات ونجاحات. هل لاعب عربي اسيوي قدر يحقق انجاز زي ده؟ هل لاعب عربي اسيوي قدر يتواجد إنجازات في فردية. هي انجازات. بس البطولات جماعة، مسكون. بالاخير انت تتكلم بالله عشان في نوصل. كلمة طيب سامحني يا احمد لا كيف فتحي يهز تكلم. بطولات فتحي حدد لي معيار نتكلم هذا يعني فيه. معطي معياره. تفضل حدد أحمد. لي معيار. احنا طيب بنتكلم صابر خذيت وقتك بس تفضل يا احمد. المنتخب السعودي في كاس العالم، المكان اللي نلتقي فيه النجوم هذول اللي اخذوا بطولات يفترض انهم يفيدوا منتخباتهم في بطولات كاس العالم. هو المسرح الاكبر للكل. كاس العالم السعودي فاز على المغربي، فاز على التونسي، وفاز على المصري، تعادل مع التونسي، وتعادل مع التونسي وفاز على المصري. اي بس هو اعطاك هذا معيار مقياس. مع طار النجوم، اعطاك معيار النجوم. ايوه ايش فايده كاس طيب. افريقيا إيه. مصر ما فازت فيه بصلاح اللي فاز بدوري ابطال اوروبا. بس تاهل مع صلاح الى كاس كاس العالم وانهزم من السعودي اللي هو ما عندنا لاعب في الدوري ابطال اوروبا. يعني انت تروح مع اسيا يا احمد. لا قاعد اتكلم على اذا المقياس كاس العالم. ايوه اذا مقياس وجودهم في البطولات الافريقيه هذه النسخه والنسخه الماضيه. طيب. عرب اسيا. طيب تتفق مع احمد فيما ذكر؟ بدون شك ولا اتفق مع صابر عندما يقارن اللاعبين. انا ما الذي استفادته الدولة المنتخب من بروز أي لاعب في أوروبا؟ أي لاعب فاز الآن في أحسن لاعب. عندك موسى التعمري يلعب في فرنسا وواصل الى مربع الذهبي. حلقه هنا على صلاح. لا أنا ما سوينا حلقه على صلاح. احنا بالضبط احنا نتكلم عن ان لما احمد يقول هذا لاعب فاز في الدوري الانجليزي او هذا لاعب فاز في ابطال اوروبا او هذا لاعب، ماذا انعكس ذلك عند فوزه على سمعة منتخبه أو على أداء منتخبه؟ 0%. لا سامحني المعايير يا اخي في معيار منتخبين عرب افريقيا، الجزائر وتونس. ما هي المعايير في اتفاضه. المعايير في اتفاضه يا مشاري. صح ولا لا؟ صابر. صح ولا لا؟ صابر. لا اسمه مشاري. انا صابر. تحب تشعلها لا انا اذكر الامثله. تخليك لي جزئيه. تفضل يلا تفضل. انا اذكر الامثله. تفضل. انا اللي استفزني صابر. استفزني ليش؟ ليه؟ محمد صلاح هز كاس رابطه الابطال، الاخر هز كاس اوروبا، الاخر وفي بلادك شو عملت؟ حدد لي المعيار يا أنتم فتحي. نجوم في لا حدد سامحني لي يا المعيار صاحبي. اللي احنا بنتكلم فيه. انتم سؤال نجوم مشاري في كان أوروبا. في اتفاض بيقول لك من الاقوى عموما. حدد لي معيار. احنا بنتكلم تنظيميا امكانات مع اسيا، انما كنجوم وكاسماء في اساطير في اسيا.